وصلنا إلى لاعب بهر العالم ولفت الأنظار محليا وعربيا، ابن بني مزار الذي انطلق من مركز شباب بلاده إلى نادي حرس الحدود ثم بتروجيت ثم أهلي جدة، لكنه تألق وسطر إبداعه مع الأهلي المصري بردائه الأحمر. إنه النجم وليد سليمان الملقب مصريا بالحاوي، والذي لقبته مجلة وورلد سوكر الإنجليزية بميسي مصر ضمن 19 لاعبا اختارتهم المجلة لتمنحهم لقب ميسي في بلادهم. وليد سليمان صاحب ال30 ربيعا يعني بلغ مرحلة النضج مع النادي الأهلي وقاده للعديد من الألقاب وأحرز له العديد من الأهداف المؤثرة، وبذلك يكون وليد سليمان هو ميسي مصر، كما كان قبل ذلك طاهر أبو زيد مارادونا النيل. هي ألقاب لنجوم عالمية تفرض وتطرح على لاعبين كثر في العالم. إذن نبارك لوليد سليمان هذا